تحياتي ومرحبا بكم الناس الكل، كيف ما العادة في فيديو جديد وموضوع جديد باش نحكي على الدوري ابطال افريقيا وكاس الكونفدرالية الافريقية يجمع ما بيناتهم نادي رافد صفاقسي الاتحاد المنستيري والملعب التونسي. بيان سور زاد باش نحكيو على الترجي رافد التونسي اون جينيرال اللي تلمهم. بيان سور اذا كان باش نحكي ولا عمري حكيت في فيديوهاتي فما الكل على فرق بخلاف الترجي رافد التونسي، مي بوغ سو كا حبيت نحكي سورتو زوز فرق تونسية تخرج قدام زوز فرق جزائرية بالنسبة للوضعية وبالنسبة كتحكيم افريقي. مانيش باش نحطه كسبب من الاسباب كما يقولوها. اذا كان انت باش تحكي على العرس متاع الدار اللي خلاوها تطيح، انت باش تحكي على العرس، ماكش بار اكزومبل باش تحكي على الهوي ولا باش تحكي على الحاجه اللي هلكتها ولا الحاجه اللي هدتها دارافيك. انا باش نحكي على تحكيم افريقي. راك تعرف وتقولوا اي فريق عنده خبره كبيره في افريقيا واولهم الترجي التونسي يقول لك كتحكيم افريقي امبوسيبل لو كان باش تاخذ حقك، والا التحكيم الافريقي باش يكون عادل في كامل المباريات. يظل شفنا العوام هذوما الكل كتحكيم افريقي ماشي ويرجع التالي، حتى مع المنتخب الوطني التونسي وقتها قدام المنتخب المالي في لله محمد رسول الله في كاس افريقيا. كيف ترجي في التونسي تظلمت، كل فريق موجود من مصر للجزائر لتونس اكسترا تظلم من التحكيم الافريقي، وهذه حاجه عاديه مش بالحاجه كما نقولوا نحن المفاجاه ولا بالحاجه اللي ما نعرفش انا سبيسيال. اي دونك نجيو نتكيو السبب ذي على جنب. كان باش نحكي انا على نادي رافد صفاقسي اللي نبداها وترشحت هي لدور المجموعات من كاس الكونفدراليه الافريقيه. نقف على نادي رافد صفاقسي من لاعبين شبان يحاولوا انهم يصنعوا، يحاولوا انهم يصعدوا القدام ويحاولوا انهم يعملوا كره مزيانه. هذا صحيح، وهذا يخليك انك تبني مشروع رياضي ناجح كما الملعب التونسي وكما الاتحاد المنستيري. ثلاثه فرق تجمع ما بيناتهم التصعيد نتاع الشبان، تكوين الموهبه نتاع الشبان وصناعة منها سامحوني وصناعة منها فريق متكامل، فريق شاب، فريق ناجح وطموح. بيان سور هذا واضح وما نجموش نتخالفوا فيه. كي نجي انا نغزر نادي رافد صفاقسي والمباراة اللي قدمتها ونقف عند المدرب اللي قاعد يدرب في نادي رافد صفاقسي، انا نجم نفهم باللي اذا كان تحتاج الكاس الكونفدرالية الافريقية وتقدم فيها، راك اولا كمهام عندك مدرب قد المهمة ذيك اكثر كمدرب البترو اتليتيكو. يظل شفناه قدام الترجي في التونسي شعمل، والمباريات اللي قدمها في دوري ابطال افريقيا شنو اللي عمل. ما كي نجيو نشوفوا نادي رافد صفاقسي 90 دقيقه شنو اللي عمل، نقولوا شنو هي المدرب هذايا وشنو هي الخطط نتاعو وشنو هي الافكار وشنو هي النشاطات الهجوميه وشنو هي الكونستركسيون تاع الكره اللي عملها. معناها كانه ما عمل حتى شيء، كانه ما فاد نادي رافد صفاقسي في حتى شيء قدام فريق ما يقفش حتى في شطر نادي رافد صفاقسي. هذا يقف على حاجة برك، يقف للمغامرة الإفريقية. حتى لو كان تقف على مدرب قوي من الناحية الهجومية من الناحية الدفاعية من ناحية البنية متاع الكرة، زاد يقف على مجموعة قوية. ما تقفش أنت على مجموعة شابة تحاول أنك تصنع بها اللعب ولا تحاول أنك توصل بها لأبعد موقع وتصنع بها كما نقولوا نحن تتويج وإلا موقع بعيد في الكونفدرالية الافريقية. هذا حكيت على فريق ترشح بصعوبة قدام الفريق هذاك لحد الآن أنا مازلت ما نعرفش اسمه وما نعرفش حتى من أنا بلاد. معناها تفهم اون جينيرال شنو هي الوضعية نتاع فريق كيما الاتحاد المنستيري كيما الملعب التونسي كيما نادي رافد صفاقسي يواجهوا صعوبات. منهم نادي رافد صفاقسي اما ترشح. نقفوا عند الاتحاد المنستيري والملعب التونسي رومارك، اذا كان نادي رافد صفاقسي يطيح قدام فريق كيما الاتحاد المنستيري ولا مولودية الجزائر، اسمحوني قدام الاتحاد العاصمة ولا مولودية الجزائر اكد لكم بلي نادي رافد صفاقسي ما يترشحش. اذا كان الاتحاد المنستيري والملعب التونسي فشلوا باش انهم يترشحوا، راهو صحيح نتفاهموا بالاتحاد المنستيري قدمت مردود نوعا ما ممتاز وسجلت الهدف متاعها وحاولت انها تحافظ عليه كيف كملعب التونسي سجلت في اخر اللحظات وحاولت انها تحافظ عليه. ما دقيقة 0 لدقيقة 90 قدام فرق جزائرية، قدام فرق بجماهير كبار، قدام فرق كي تغزر انت للجمهور وتغزر انت للملعب تراه رعب، تراه كأنك تعيش مع لاعب نمره 12 باش تسكر وتلعب التالي من 0 دقيقة ل 90 دقيقة امبوسيبل، ما نجمهاش ولا عمرك عملتها. هي الترجي في التونسي وجربتها مع لاعبين كبار مع لاعبين حاضرين مش لاعبين شبان، ودي جربتها مع لاعبين شبان وهكرت النتيجة. كيف إذا كان باش تحكي أنت على مغامرة أفريقية أون جينيرال، راهو ما نقفوش على شبان، رانا ما نقفوش على شبان يحاولوا أنهم
يخدموا ولا يحاولوا انهم يصنعوا ولا يحاولوا انهم يقدموا مباراة ممتازة قدام فرق صعاب. بيان سور ما ننكروش باللي الفئة الشابة والشبان بالنسبة لكل فريق بالحق موهبة تخليك انك مرتاح وتخليك انك بمشروع رياضي ناجح من 4 و5 و6 سنين القدام. مي اون جينيرال نحكي على مغامرة افريقية وعلى فريق فيه اكثر من عنصر شاب هو اللي بيان سور يخلق لك الفارق ما بينات انت والفريق اللي قاعد تواجه فيه. سورتو قدام فريق باش يكون بلاعبين حاضرين بلاعبين يعرفوا ايش معناها المغامره الافريقيه، مش قدام نوعا ما شبان ناقصين خبره شبان ناقصين لعب. نعرفوا بلي الاتحاد المنستيري هو ملعب تونسي من غير ما تكسر راسك ومن غير ما حتى مغمض عينيك تمشي طول. اذا كان عندك في الحق موهبه شابه وتحب انك تخدم على روحك وتحب انك توصل لبعيد، مانيش نحكي على الترجي التونسي، ما نحكي عليهم هما زوز ولا حتى نادر الصفاقسي، على خاطر يامنوا بالمواهب الشابه ويحاولوا انهم يصنعوا بالمواهب الشابه حاجه باهيه، حاجه تعاونك القدام، حاجه تصنع لك مشروع رياضي. ما كمغامره افريقيه ما تقفش في الحاجه هذه، كمغامره افريقيه ما يعاونكش باش انك توصل لبعيد حتى لو كان انك ترشحت. هذا هو الاسباب اللي تقف على الاتحاد المنستيري، على الملعب التونسي، على النادي الصفاقسي اون جينيرال. كمغامره افريقيه لازمك بلاعبين حاضرين، لازمك بلاعبين كبار، لازمك بلاعبين يخليوك انك تعرف ايش معناها افريقيا وتعرف ايش معناها المواجهات وستريس اكسترا. هذا هو اخر الفيديو، ما تنسى لايك والاشتراك، موعدنا ان شاء الله في الفيديو الجاي.